تحيه طيبه الاخوان، ومرحبا بكم معنا في هذه القناه. هذه الحلقه اللي غادي تكون الحلقه الاولى في هذه لاشين، غادي نناقشوا فيها اللائحه الرسميه ديال المنتخب الوطني للشباب اللي غادي يكون مشارك في كاس العالم تحت من 20 سنه في الشيلي. اذا فاللائحه اللي نادى عليها المدرب وهبي هي هذه اللي كتشوفوا معنا في الشاشه، والمباريات اللي كتسنى المنتخب الوطني في الدور ديال المجموعات هي هذه كيف كتشوفوا. الماتش الاول غادي يكون عندنا مع المنتخب الاسباني نهار 27 سبتمبر مع 9 بالليل اللي هو غدا ان شاء الله. الماتش الثاني غادي يكون مع البرازيل مع 12 ديال الليل، والماتش الثالث غادي يكون مع 9 ديال الليل كونتر المكسيك. ماتشات الاخوان اللي صراحه صعاب بزاف، مجموعه اللي صعيبه ولكن نديه غادي تكون. علاش الاخوان غادي تكون هاد النديه؟ حيت المونديال ديال الشباب ما كيدخلش في التواريخ ديال الفيفا. هذا كيخلي الفرق الكبار اللي في اسبانيا والبرازيل والمكسيك ما كيطلقوش اللعابه ديالهم. اذا فغالبيه المنتخبات غادي يلعبوا باللاعبين المحليين اولا ديال الاقسام السفلى، وهذا غادي يلعب في الصالح ديالنا. اللائحه اللي عندنا هي هذه، ولكن ضروري غادي نهضروا على الغيابات. فالمدرب وهبي اكد في الندوه الصحفيه انه كاينين لاعبين فراقيهم ما خلاوهمش يجيو، وكاينين لاعبين ما بغاوش يجيو هما براسهم. فكجمهور كروي فضروري اننا غادي نتفاهموا الراي ديال هاد اللاعبين، حيت صعيب على اللاعب انه يفرط في الكارير بروفيسيونيل ديالو ويجي يلعب تظاهره اللي بحال هذه. والتاريخ عندنا في المنتخب الوطني ديال الشباب عندنا بعض اللاعبين اللي ما حضروش التظاهره هذه، من بينهم بن عطيه وفيلاني، ومع العلم انهم داروا واحد الكارير اللي كبيره بزاف. ولكن كيف كنقولوا حنا كجمهور كروي اللي كنطلبوه من المدرب وهبي هو الوضوح. فكيف ما خرج المدرب وهبي ما بينش لنا شكون هما الانديه اللي ما طلقوش اللعابه ديالهم، ما وضحش لينا شكون هما، ما سماش الاشياء بالمسميات ديالها بحال اللاعب ايش بودلال واللاعب الحناش. فخاص الامور تكون واضحه باش حتى الجمهور يكون عارف علاش اللاعبين ما جاوش. فندوزو ونشوفوا اللاعبين اللي عندنا حاليا. في الحراسه والدفاع عندنا الحارس يانيس بن شاوش، في الدفاع عندنا حمزه كوطون واسماعيل باعوف اللي كانوا في الكان، وتزاد عليهم لاعبين بحال محمد كبداني وعلي معمر من اندرلخت. وسط الميدان اللي كانوا في الكان هما حسام الصادق وسعد الحداد. كاين غياب رضا العلاوي بسبب الاصابه. انا كان عندي ملاحظه على غياب لاعبين بحال محمد امين كتيبه اللي كيلعب في حسنيه اكادير، اللي كنا محتاجين بالبروفيل ديالو كوسط ميدان دفاعي مزيان، وكيدير افتكاك كذلك. ان ممكن يكون معاد ضحاك لاعب ديال الرجاء البيضاوي، ولكن في الاخر كيبقاو هادو اختيارات ديال المدرب. في الهجوم من الكان كان عندنا الزبيري وعثمان معمل والياس بومسعود، وتزادوا عليهم لاعبين بحال يونس البحراوي ومحمد الحموني من خيرونا اللي ديجا لعب في المونديال تحت 17 عام. فالسؤال المطروح هو علاش كاين بعض الغموض في الغياب ديال بعض اللاعبين اللي غادي نهضروا عليهم دابا، بحال طه بن غزيل وبوفندار اللي كيلعب اساسي مع اليوفي تحت من 20 سنه. فهادو تساؤلات اللي غنطرحوهم على المدرب وما غاديش نركزوا عليهم بزاف. فاهم حاجه هو الاستمراريه ديال هاد اللاعبين، وعلاش لا ما نشوفوهمش في المنتخب الاول ان شاء الله. كنتفكروا جيل المونديال هولندا 2005 اللي وصلوا للنصف النهائي، كنا درنا واحد الانجاز اللي تاريخي. ولكن شوفوا معايا شحال من اللاعب اللي كان وصل ولعب في المنتخب الوطني الاول، لعابه اللي قلال. فمن غير الاحمدي اللي كان لعب ماتشات كثار، عندنا لاعبين موهوبين اخرين بحال ياجور، يوسف رابح ونبيل الزهر وطارق بن دامو اللي كان ظاهره وتهرسوا. علاش الاخوان هاد اللعابه غاديين يتهرسوا؟ حيت الانديه كبرات كرشها وما بغاوش يطلقوا اللعابه اللي كانوا جاوهم عروض من الخارج ومن انديه كبيره. هادشي اللي خلى الجيل كامل انه يضيع علينا. قارن معايا مع اسبانيا، راول البيول اولا دا سيلفا اولا فابريغاس، اولا الارجنتين ميسي اغويرو زاباليتا اللي كانوا شاركوا في هذاك المونديال نفسه اللي كانت لعبت فيه المنتخب الوطني ووصلوا للمنتخب الاول وداروا كارير كبيره. فانا كنتمنى اننا ما نكرروش هذا الخطا هذا اللي وقع لينا. خاصنا ضروري ما اننا نساعدوا هاد الوليدات باش يكون عندهم كارير كبير في الانديه ديالهم، وعلاش لا يكونوا في المنتخب الاول. حيت كيف ما كان الحال فالاستمراريه هي اهم حاجه. فختاما الاخوان المنتخب بالدراري اللي حضروا فكنتمنوا لهم التوفيق والنجاح، وان شاء الله علاش لا ما يديروش واحد الكارير زوينه في الكوب دي موند. فكيف ما كانت النتيجه واهم من النتيجه، الحاجه اللي اهم هي اننا نخرجوا بواحد القاعده ديال اللاعبين اللي كبيره ويكونوا مكونين وممتازين، وعلاش لا اللي ما نخدموش بهم في المنتخب الوطني الاول. هذا الشيء اللي كان عندنا الاخوان، وشكرا جزيلا لكم. ونتمنى ان الدعم في هذا الفيديو يكون كبير باش تعاونونا باش اننا نديروا لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.